مشكله النظافه ديت هي مشكله تنظيميه. تمام. هو كان زمان موجود عربيات بتيجي تاخدها وكده، بس دلوقتي مفيش عربيات والشعب نفسه، فالشعب يبتدي بنفسه والحكومه تقوم بدورها. بس المفروض ان كل مكان او كل منطقه تجمع فلوس وتحط باسكت في كل منطقه عشان الناس يعني تبدا بنفسها وترمي في الباسكت ده، عشان الشوارع كلها في الارض فيه تجمعات زباله كتير جدا وشكل المنطقه وحش قوي. يعني بالنسبه للنظافه في الشوارع هي عايزه انها تبقى احسن من كده بكتير. ما يعتبرش ان احنا عندنا في مصر لسه في نظافه، لا، انا بلاقي في اماكن كتير جدا بيحطوا الكياس بطريقه مش مهذبه، ومفيش اماكن مخصصه ان الواحد يحط فيها الباسكت. فمثلا انا واحده من الناس بحب ان انا اخد الكيسه بتاعتي. المفروض ان احنا عندنا سيكيورتي في العماره، السيكيورتي اللي في العماره بيلم الحاجه، المفروض مستني عربيه مثلا الزباله انها تيجي تاخد الحاجه، لا ما بتجيش. فبيعمل ايه؟ بيفضل يحوشها لحد ما احنا نروح نتصل بحد. المشكله بتاعتها ما اتحلتش، بس اللي انا ببقى ملاحظاه ان الناس اللي هم المفروض اللي بيقعدوا ينكشوا في الزباله وياخدوا مش عارفه البلاستيك والكلام ده هم اصلا سبب المشكله. يعني هي المشكله ان بتبقى الزباله محطوطه اصلا في الباسكت وهم بييجوا يشيلوا، يقعدوا بقى ايه يفرنطوا ده يفرنطوا ده، وبعد كده يسيبوا بقى ايه الزباله مرميه في الارض. حلول المشكله اولا مننا، لازم ان الشعب بجد او الناس كلها لازم يد واحده، على سبيل ان انا في بيتي ان انا اقود الناس السكان اللي في بيتي، يا جماعه عيب ترملوا الزباله، لان الزباله دي عنواننا احنا في البيت. فاذا عنوان الشارع نفس النظافه من مين؟ من بني ادم. بس في حاجه ان لازم الدوله تنظف الشارع، ويا ريت ان يكون فيها غرامات. انا مش هقدر اتكلم حاجه عشان انا مش من هنا، بس نظافه انا مش هقدر اقول نظافه كتير بيصير كل مكان، بس في مكان نظافه جدا، بس هو كويس مصر وهلو. المهم ناس لازم خوف على بلد وما في ارمي كل حاجه في الارض. بالنسبه بقى للاماكن العامه، العربيات ممكن تيجي يوم و10 لا. منطقه سموحه المفروض منطقه راقيه، بلاقي الزباله على كل ناصيه يعني بارتفاع العربيه. سبحان الله، مع ان الزباله دي يعني ممكن الناس تستخدمها استخدام كويس جدا، يطلعوا منها مواد تنفع البلد دي، بس مفيش حد بيدور على استخدامها تاني واعاده تصنيعها والكلام ده كله. طبعا احنا لو هنتكلم على مشكله القمامه ديت، مشكله واجهت كل الحكومات اللي مسكت البلد قبل الثوره وبعد الثوره. الفكره ان هي ديت مشكله، بل بالعكس انا بنظر لها شخصيا على الراي المتواضع ان هي دي ثروه قوميه. دي في دول اصلا بتصدر زباله، في دول بتستورد زباله تحققها، اللي هي عمليه الريسايكل دي، اللي هو احنا لو حولناها لمنتجات ديت ممكن تفيدنا كتير وتعمل وتشغل شباب كتير قوي. بس هي الفكره انا من منظوري الشخصي ان الفكره بتبدا من عند الاسره ذات نفسها. احكام الكيس يتقفل كويس جدا ويتقفل وينزل في الميعاد اللي جايه فيه العربيه تاخده، ومحاوله القضاء على النباشين دول، لان النباش دوت بيقطع الكيس وبيسيب الحاجه، هو بياخد اللي هو عايزه وبيسيب الكيس ايه مفتوح، يلم حشرات ويلم ذباب. بس كده هي دي المشكله، وطبعا هيتتبعها بقى مشكله امراض والى اخره. كنتم وكنا عشتم وعشنا مع المصري. شكرا.